تحياتي، تنتمنى لنا كلشي يكون بخير وعلى خير، واخا الاوضاع راه ماشي بخير وعلى خير. نهار على نهار كتاكد بلي هاد البلاد معمرة تقاد. عرفتي علاش؟ حيت المجتمع ما تيفرقش ما بين الاصلاح والفساد. المحاكم واقفه حيت المحاميين دايرين الاضراب، العدوله تا هما، والناس كتموت بالجوع وبالعذاب وبالقهرة وبغلاء الاسعار والمحروقات والتضخم اللي وصل في المغرب كثر من اللي في ميريكان. ولكن هادشي ما تيهمش، اللي تيهمنا هو حمد الله جا المنتخب. دنيا باطمه ما تصالحش مع راجلها. اللي تيهمنا هو داك الهوتغام، اللي تيهمنا هي التفاهه. مغربي بخير ما خصو حتى خير. واش بلاد بحال المغرب اللي عندها وزير كيقول لك الا عندك الفلوس وعندك الشكاره غير سير فسد مع راسك وانا غادي نحميك، فسد مع الدريات وحمل الدريات وسير مع هادي وسير مع هادي وما عندكش مشكل، وما عند الحق عند حتى شي واحد انه يأذيك ولا يصورك ولا يقرب منك. علاش؟ حيت هو كيحميك. المهم تكون عندك غير الشكاره ويكون عندك الفلوس باش الا حملتي هذيك الدريه ولا هذيك البنت تصرف على داك الطفل تيدير 21 عام من عمره. الا عندك وزير كيقول لك ما عندكش الحق باش تنتقد وزراء ولا مسؤولين كيفسدوا في البلاد. الا عندك وزير كيقول لك انا غادي نحذف الجنحه ديال السكر العلاني، سير سكر مع راسك وما غاديش نشدوك حتى دير الجريمه اولا تتعدى على شخص ما اولا تتقوم بالتخريب ديال الملك العام عاد نشدوك. الا عندك وزير اليوم في وجه وغدا في وجه، الا عندك وزير كيشجع على الفساد في البلاد، اش غتسنى من هذه الحكومه باش غتفيدك؟ الا عندك وزير كيفكر في الحريه الشخصيه ديال الناس اللي عندهم الفلوس وما يفكرش في الحريه ديال الناس اللي مشردين وتيباتوا في الزناقي ومعذبين وفي العذاب وغلاء اسعار، شنو غتسنى من هذه الحكومه؟ حنا عندنا هذا الوزير هو وزير العدل وهبي. بغيت نسولك السي وهبي، ما المحامين معاك تيقولوا لك وهبي سير بحالك العداله ماشي ديالك؟ وصحابك في المهنه وما لقاوش فيك الخير، صحابك في المهنه ونكرتيهم وتقلبتي عليهم، بقى عاد البلاد غتلقى فيك الخير. فك بعد الحريره ديال القطاع ديالك، عاد خرج عند المجتمع وقول ليه باغي نشرع وباغي نطبق وباغي نغير وباغي نبدل وندير القانون اللي بغيت. علاش؟ شكون انت بسيادتكم؟ واش بلاد ما فيها شعب، ما فيها ملك، ما فيها مؤسسات تشريعيه، ما فيها دستور؟ واش غير اللي فاق بكري يحكم ولا شنو هو؟ وبركه وطيحتي بالعدل في هاد البلاد هادي. والله الا باص ليك اقسم بالله انا منك والله تنبدل البلاد والله تحشومه عليك. واش ما عندكش ضمير؟ واش ما كتشوفش راسك ملي كتكون كتلون كتبدل؟ واش ما كتهضرش مع راسك؟ واش ملي كتحط راسك في المخده كتنعس؟ باص والله الا باص. بغيتو تشوفوا الحقيقه ديال هاد البلاد والواقع في دقيقه والتغييرات والاصلاحات اللي دارت هاد الحكومه؟ مرحبا. شوف، هذا ماشي اضراب ولا احتجاج، لا، هادو العيالات باغيين يتسجلوا باش يخدموا في الحقول ديال الفريز او الفراوله في اسبانيا، باغيين يهربوا، باغيين يضحيو بحياتهم وبولادهم وبعائلتهم، باغيين يتشتتوا على ولادهم وعلى عائلتهم باش يدبروا على لقمه العيش معاكم في هاد البلاد، باغيين يخليو لكم هاد البلاد. بغيت نقول لكم بلا ما تبقاوش تكذبوا علينا بالمخطط الاخضر وحقوق المراه والشفاوي، حيت الشعب عرفكم باللي عندكم مع اقناع اللغوي. كون كان عند المراه حقها ما غاديش تغامر براسها وبولادها وتهرب تقلب على طرفة الخبز. كون كان المخطط الاخضر ناجح وفلوسه ما تنهبوش، ما غاديش يمشيو هاد الناس يقلبوا على خدمه في الصبليون ويهجروا بلادهم وولادهم وعائلاتهم ورجالتهم. تفرشوا كلشي عاقبيكم، وانا اللي غادي نقول والله يهديكم، الله ياخذ الحق فيكم ان شاء الله.